اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي متابعيني، بحبكم في الله. صباح الفل والهنا والسعادة والخير وكل حاجة جميلة. أحب أشكركم مبدئيا وقبل أي حاجة على تفاعلاتكم معايا وكومنتاتكم الجميلة اللي بشوفها. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا يا رب. هنعمل النهاردة وصفة جميلة جدا، بطريقة سهلة جدا. عايزة أقولك هتعتمديها في جميع المخبوزات اللي ممكن تتخيليها في مطبخك. طبعا المدارس جاية ومحتاجين جدا الحاجات ديت مع أولادنا وهم رايحين المدرسة، أو في فطارهم أو في عشاهم. هتحتاجيها جدا في الفترة اللي جاية طبعا مع دخول المدارس. بعجينة واحدة بس هنعمل الجمال اللي احنا شايفينه ده كله. اللهم بارك، تحفة جدا. هتعتمديها في الكرواسون، في المخبوزات الباتيه، في الكايزر، في ممكن العيش الفينو كمان لو حابة تعملي. عايزة اقولك هتعتمديها في كل حاجة. هي عجينة تحفة جدا، اللهم بارك. ونتيجتها زي ما انت شايفة كده، المنظر طبعا بيتكلم عن نفسه. ان شاء الله باذن الله كده. يلا تابعيني جوه الفيديو، وطبعا ما تنسينيش بدعوة حلوة الاول، وبعد كده اعملي لي لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ خير زمان لو حابة تكوني معايا باذن الله. ربنا ما يحرمنيش من وجودكم دايما. انتوا احسن ناس في الدنيا، ربنا ما يحرمنيش منكم بجد. اهو بصي مبدئيا كده، بصي شكل الكرواسون عامل ازاي. عملنا كمان الكايزر، عملنا الباتيه، عملنا الضفيره. عايزه اقولك ممكن تعملي منها اللي ما تتخيلهوش. يلا بينا بقى جوه الفيديو كده القمر ده، ونشوف النهارده النتيجه بتاعتنا. طبعا مبدئيا كده انا هشتغل بكيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق، اول حاجه واول خطوه انا بعملها لازم بنخل الدقيق كويس جدا. بديله رشه من الملح، وبعد كده بنزل بقى بالمقدار بتاعي اللي هو ايه، السائل. معايا كوبايتين من اللبن. طبعا انا عايزه اقول لك الاساسيات دي موجوده، ما تستغنيش عنها طالما اولادنا هيروحوا بيها المدرسه او هيفطروا منها، فدي حاجات اساسيه. كوبايتين اللبن على كيلو الدقيق. طبعا هقول لك على المقادير كلها في صندوق الوصف دو. وبعدين بحط حبيتين من البيض، ومعاهم كمان رشه من يعني معلقه من الخل. وطبعا هنا كنت حاطه ربع كوبايه من اللبن، وفيها كيس خميره او 10 جرام من الخميره. كنت مفعلاها الاول كده خارج الايه، في كوبايه بره الموضوع ده. تمام. نزلت بالخميره، نزلت بالحبيتين البيض وكوبايتين اللبن. وطبعا هي كل المقادير اللي انا حطيتها، ما حطيتش حاجه تانية خالص. طبعا بالنسبه للمقادير السايله، المقدار هنا كويس جدا. وده حسب نوع الدقيق، لو احتاجتي ميه تاني طبعا على ما اعتقد مفيش يعني، مش هتحتاجي اكتر من كده، لان البيضتين طبعا سوائل مع كوبايتين اللبن. كل دولت بيدوكي طبعا نتيجه هايله جدا بالنسبه لكيلو دقيق. عايزه اقولك بقى من اسباب نجاح العجينه القمر دي انك تعجنيها كويس جدا. اعجني فيها على قد ما تقدري. طبعا انا هنا لميت الدقيق كويس جدا بالسوائل بتاعتي اللي هي البيض واللبن والخميره، وسبتها كده لمدة 3 4 دقايق. بسيبها كده لغاية لما تطلع لي عرق الأول كده. بروح أغسل إيدي واسيبها 4 5 دقايق وبرجع تاني. بجيب معايا بقى نص كوباية من الزبدة، اللي هي مقدارها قد إيه، مقدارها حوالي 100 جرام من الزبدة. تمام. ممكن زبدة نباتي أو زبدة بلدي براحتك خالص. حلو الكلام، حلو الكلام. ممكن استعمل السمنة أو ممكن تستعملي السمنة. طيب ممكن استعمل بدلها الزيت أو ممكن تستعملي الزيت برضو. في بدايل اهيت مش لازم الزبدة، ولكن هي الزبدة بتديكي طراوة شوية للعجينة بتاعتنا. افضلي عجنيها كويس جدا كده على قد ما تقدري بقى، وربنا يديكي كده الصحة. عجني فيها لمدة 10 دقايق كده، هتبصي تلاقيها نعمت معاكي تحفة جدا، اللهم بارك. والنتيجة بتاعتها هايلة جدا. طبعا هنا انا عجنتها لغاية، عايزة اقولك بصي نعمت معايا جدا، وهتشوفيها دلوقتي واحنا شغالين بيها. العجينة ما شاء الله تبارك الله حاجة تحفة جدا. غطيناها هنا، ونسيت طبعا اديها مسحه بالزيت، عشان كده بعد كده بتلزق في الاسترتش راب او في الكيسه بتاعتك. فخلي بالك من الحته دي. طبعا بسم الله ما شاء الله. هنا بصي الجمال، حاجه تحفه جدا. عشان كده دايما اقول لك اديها مسحه بالزيت من على الوش عشان الكيس بتاعك ما يلزقش او الاسترتش راب. هنا بفرغ الهواء خالص من العجينه، مش عايزه فيها هواء تماما، طلعي منها الهواء تماما. هبدا اقطعها هنا بحجم كده بالظبط حوالي 60 جرام للقطعة. طب 60 جرام دي اعرفها ازاي؟ قد حجم البيضة كده او اكبر بشوية. حلو الكلام، حلو الكلام. او زي ما انت شايفة الحجم كده بعينيكي، انا مثلتها لك اهوت قد حجم البيضة كده. تمام. البيضة او اكبر شوية، عشان تعرف، عشان طبعا اعرف اشكل فيها زي ما انا حابة. تمام. اقطع الكمية كلها بنفس الطريقة واغطيها طبعا عشان ما تعمليش قشرة على الوش. وبعد كده هبدأ التشكيل. معايا مسحة خفيفة جدا من الزيت على السطح اللي انا بشتغل عليه. تمام. وهبدأ اجيب اول كورة كده او اول قطعة
وافرديها كويس كده بشكل طولي شويه عشان هبدا اعمل الكرواسون. اول حاجه هعمل شكل الكرواسون المحشي بالجبنه. طيب في بدايل هنا بقى، تعالي نشوف الاول كده احنا بنعمل ايه. جبت القطعه الاول كده فردتها بشكل طولي، وبالسكينه بتاعت البيتزا او بالسكينه العاديه بتاعتك خالص هتقطعيه زي ما انت شايفه كده. نص العجين، القطعه كده بتقطعيها من فوق، وبعد كده بتدخلي فيها الحشوه زي ما عملنا. طبعا انا كل شكل هعمل لك منه قطعتين عشان تستوعبي ايه الطريقه كويس جدا. معايا صينيه وبديها مسحه من الزيت زي ما انت شايفه كده. بحاول ادهنها مسحه من الزيت مع ان العجينه فيها زبده، بس انا زيادة التاكيد عشان ما تلزقش معايا برضو. تمام. بجيب قطعه تانية كده زي ما انت شايفه وبفردها على شكل طولي. تمام. باجي على نص الدايره كده من فوق وبديها تقطيع زي صوابع الايد كده. هي حتى هتلاقي شكلها عامل زي صوابع الايد كده وانتي بتقطعيها. حلو الكلام، حلو الكلام. تمام. اهو زي ما انت شايفه كده بنفردها على شكل طولي شويه، مش طولي قوي يعني. اهو بقطعها من النص اللي فوق كده، بقطعها كويس جدا زي ما انت شايفه كده على مثلا 5 صوابع 6 صوابع. وبعدين بحط قطعه الجبنه بتاعتي وبلفها رول كويس جدا. تمام. طبعا انت هنا لما هتشوفي بعينيكي اكتر من لما اتكلم، لان طبعا الشرح هنا في الغالب في تقطيع العجين بالذات بيبقى انك تتفرجي اكتر من لما تسمعي. تمام. ادي اول صينيه عملتها للكرواسون. طبعا هنا شكلها باين ما شاء الله اللهم بارك. بسيبها على جنب بقى لغايه ما تختمر، وبعدين هدخلها على الفرن وهنشوف بقى هنعمل ايه. هنا بقى القطعة التانية هعمل فيها ايه. طبعا يلا بينا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. ويلا قبل ما اشتغل فيها ما تنسيش تحطي لي اللايك حبيبة قلبي. طبعا فردتها دايرة هنا وببرمها كويس جدا. تمام. افرديها دايرة على قد ما تقدري، وشرط هنا عشان ما تلزقش معايا زي ما عملت معايا دلوقتي، ما تلزقش معاكي في السطح. ادي للسطح بتاعك الرخامة بتاعتك مسحة من الزيت خفيفة جدا عشان ما تلزقش معاكي. طبعا هنا فردتها وبعدين برمتها. وبعد ما تبرميها كده بتاخدي جزء منها رفيع ترفعيه على قد ما تقدري، ده هيديني شكل الباتيه. بتاخدي يعني بيبقى نصها كده متخنه السمك بتاعها، والنص التاني مرفعه، بحيث لما تيجي تروليها بتديكي شكل الباتيه كده زي ما انت شايفه اهو. عايزه تحشيها برضو احشيها براحتك خالص، ممكن نحشي جبن او نوتيلا او شوكولاتات براحتك خالص زي ما انت حابه. تمام. هناخد القطعه اللي بعدها هنفردها كده وزي ما انت شايفه برضو على شكل رغيف وشكل دايره، وبرولها كده. واهم حاجه بكون مسحه برضو السطح بتاعي زي ما اتفقنا، بدهنه بدهنه من الزيت عشان ما يلزقش معايا. برضو هنا رليتها كده ولفتها على شكل دائري، وعملت نفس القصة اللي انا عملتها في الاولانية برضو على شكل الباتيه، او شكل بقى اللي هو ايه، عارفة انتي شكل اللهم صل على سيدنا محمد، السينابون كده، بتدي شكل السينابون كده، بتبقى شكلها حلو جدا. يعني برضو عندك شكل السينابون موجود لو حابة تعمليه اهو. طبعا هنا وقفتها كده زي شكل السينابون، بتبقى تدي شكل حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لك العجينه دي من العجائن المحترمه جدا اللي ممكن، عايزه اقول لك تعملي في كل المعجونات بتاعتك. العجينه دي تعتمديها في كل حاجه. تمام. بس طبعا احنا بنزودها هنا دعم الايه عشان ولادنا طبعا في ايام المدارس محتاجين البروتينات ومحتاجين الكالسيوم ومحتاجين كل ده موجود في العجينه ومفيهوش اي حاجه. يعني عايزه اقول لك العجينه مغذيه جدا لولادنا وفيها كل حاجه. عايزه بقى تزودي الحشوات، عايزه تزودي حاجات تانية، مفيش اي مشكله. طبعا هنا جبت القطعه اللي بعدها وعملت شكل الحلزونه كده اللي انت شايفاها ديت، او الدايره اللي احنا شايفينها الورده دي. عملت ايه اهو، هنعيدها تاني. معايا الرغيف بتاعي اهوت او القطعه بتاعتي، وبفردها زي ما انت شايفه كده، وبعدين برولها. بفردها على قد ما اقدر عشان كل ما تفرديها وكل ما ترفعي العجينه بتاعتك هتبصي تلاقيها من جوه كده العجينه بتاعتك جميله جدا اللهم بارك. بتفرديها كده وبعد كده بتروليها وتبرميها كده البرمه الحلوه دي، وبعد كده بتيجي من حرف وتروحي بصي عامله ازاي اهو. يلا يلا لفي 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 لفي. خلاص خلصت كده. وتلحميها كويس من تحت عشان طبعا ما تفكش منك. تمام. هنفرد العجينه اللي بعدها. يلا اتمنى ما تكونش زهقتوا مني، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر اوريكم التشكيله الحلوه جدا اللي طالعه من العجينه، بجد تحفه جدا اللهم بارك. وعايزه اقول لك غير مكلفه، يعني هو كيلو دقيق وحاطين عليهم البيضتين كوبايتين اللبن اللي ولادنا هيشربوهم، ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام. هنعمل بقى الحكايه الجميله الجايه دي، وهي هنعمل الضفيره. تعالي بقى كده هنبرم زي ما برمنا في الحاجتين التانيين اللي فاتوا. تمام. وهاجي من فوق كده، هي مش الضفيره دي السلسله. تمام. هروح جايه تانية
تانية اللهم صل على سيدنا محمد، تانية العجينة كده وهقلبها على بعضها زي السلسلة كده، وهروح لفاها على شكل دايرة. هنعيد تاني. تمام. فردنا اهو العجينة، وبعد ما فردناها هبرمها تاني برضو. تمام. لا يا رب، هنا بقى هنعمل الكايزر. جينا بقى للكايزر اللي هو بصي عايزه اقول لك الحاجه اللي فعلا كله بيحتاج لها. فردنا كده الرغيف الاول، او القطعه بتاعتنا فردناها على شكل دايره. بعد ما بتفرديها كده عشان اطلع لها قلب وحلو قوي، ويكون قلبها كده حلو وهش ومش مكتوم، زي ما انت شايفه كده بطبقه زي ما اكون بطبق كده ايه الفطيره بتاعتنا. اهو بصي، طبقي 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 كده اهو. وبعد كده امسكيها بقى بايديكي كده ولفيها كويس جدا. عايزه اقول لك اللفه ديت بتخلي البرمه دي بتخلي رغيف الكايزر معانا، عايزه اقول لك هش جدا وجميل جدا من جوه. تمام. هنيجي على شكل التاني. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تمام. هنا هنيجي بقى على شكل السلسله اللي احنا هنعملها النهارده، برضو من الحاجات الجميله جدا اللي ولادنا بيحبوها بشكلها الجميل. تمام. هنبرم برضو كده الاول، هنفردها بشكل بيضاوي طويل، وبعد كده بنبرمها على شكل طولي كده زي ما انت شايفه، وبعدين بنقسمها من النص واخد كل واحده لوحدها كده وابرمها. تمام. هعمل ايه؟ هعمل السلسله اللي هي المدوره دي اللي احنا شفناها في بدايه الفيديو. باخد الجزئين كده وبلحمهم من فوق مع بعض كده، ولو لقيتيها بتلف معاكي من فوق اسنديها باي حاجه او امسكيها الحميها باي حاجه. انا طبعا كان عندي هنا سكينه البيتزا، حطيتها من فوق عشان خاطر اقعد الحم بيها. هوريها لكم في الفيديو اللي جاي، في المقطع اللي جاي. تمام. بفردها كده بشكل طولي، وبعد ما بفردها برولها كده ببرمها برضو. تمام اهو زي ما انت شايفه، زي ما عملنا في الاولانيه. انا بحاول اعيد لك المقطع مرتين او العجينه مرتين عشان خاطر توصل لك الفكره كويس جدا. تمام. بقطعها من النص كده زي ما انت شايفه، وببرمها كويس جدا، بطولها على قد ما اقدر. تمام. كل ما تطوليها كل ما هتدي معاكي شكل حلو جدا. عايزه تخنيها برضو مفيش اي مشكله. طبعا انا جيت عند الطرف من فوق لقيته بيلف معايا، هسنده بايه؟ بالسكينه بتاعت اي حاجه عندك بقى، سكينه عاديه اسنديها باي حاجه، المهم انك تمسكيها معاكي من فوق عشان السلسله تطلع شكلها مظبوط معاكي جدا. اهو زي ما انت شايفه كده. تمام. هنعمل ايه؟ هنحطها بقى ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه جدا اهو. هندخلها في الصينيه. هنيجي بقى هنعمل شكل تاني. ايه هو الشكل التاني؟ يلا نشوف. على شكل طولي برضو هنفرد العجينة. انا خايفة اكون زهقتكم، بس بجد بجد هتعتمدوها في كل الوصفات، في كل الحاجات اللي عندكم، يعني اي شكل عايزين تعملوه هيطلع معاكم بنفس الطريقة تحفة جدا. هنا برضو عملناها برضو بنفس الطريقة. تمام. ولكن هعمل هنا الضفيرة بقى. الضفيرة اللي هي بتبقى حوالي 3 قطع معايا من العجين، وبلفهم زي ما انت شايفة كده، بعملهم ايه؟ ضفيرة. وزي ما قلتلك لما بتتفرجي اكتر بكتير احسن من لما اقولك على، طبعا اتكلم وكده مش هقدر اوصلك الفكرة زي ما تكوني بتشوفي بعينيكي. هنيجي بقى هنا عشان هدخل الفرن خلاص. هدخل الفرن هنا معايا حباية من البيض وعليها رشة من او معلقة من الخل، طبعا عشان زفرت البيض. وعايزه تحطي كمان ظرف من الفانيليا مفيش مشكله خالص، طبعا بيدي نكهه حلوه جدا وبيدي ريحه حلوه قوي للمخبوزات. طبعا بناخد بقى الصواني كلها اللي احنا عملناها وبندهنها كده بصفار البيضه دوت على معلقه الخل. وبعد كده بديها رشه من كل حاجه. هنا بحط لها رشه من السمسم، طبعا ده اختياري، لو حابه تحطيه حابه مش حابه برضو خلاص كده. كل الكمية بتاعتنا بنعملها بنفس الطريقة، وبتدخل الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط، ودرجة الحرارة ثابتة. ما شاء الله اللهم بارك، طالعة النتيجة في منتهى الجمال. عايزة أقول لك حاجة كده تحفة التحفة، جميع العجائن اللي ممكن تتخيلها تعمليها. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.